الرحمن الرحيم. اليوم باذن الله جوابات تزكيه من معالي المستشار رفعين بولس توادرس رئيس حزب مصر القومي للاسكان اللي هو محدود الدخل المواطنين. اليوم لقينا اسم من اسماء احد المواطنين في جوابات تزكيه للسيد الوزير عاصم الجزار. المواطن اسم حضرتك؟ محمد عبد الاله ابو حامد، ونشكر السيد رفعين بولس اللي هو واقف معانا والناس اللي حواليه، يعني نشكرهم جدا يعني في الشقه اللي هم اداها لنا بتاع تكافل الكرامه. بنشكرهم جدا. اسكان محدود الدخل. اسكان محدود الدخل لما ادونا الشقه ولمونا فيها، كنا قاعدين يعني ربنا يعلم، كنا قاعدين في اوضه كلنا وربنا كرمنا والحمد لله يعني بالناس الحلوه، بالاستاذ حسام باشا والاستاذ رفعين، وجابوا لنا الشقه والحمد لله رب العالمين، وربنا يخليهم لينا يا رب. دفعت حاجه في الورقه بتاع ولا الاسكان؟ دفعت حتى ربع جنيه مخروم، حتى هم اللي بيصرفوا الورقه على حسابهم وكل حاجه على حسابهم، ما بيدفعش حاجه احنا خالص يا فندم. انت دلوقتي فرحتك عامله ايه او استقبالك لما خدت اسعد واحد في الدنيا يا فندم، ان انا حسيت ان انا اتلم انا واولادي في بيتي، في اخوات ليك؟ الحمد لله قاعد انا ست اولادي ومراتي في اوضه حمام ومطبخ صاله صغيره، ونحمد ربنا انعم علينا بالناس الحلوه، والاستاذ حسام واقف معانا يعني، وواقف معانا ربنا يبارك في صحته يعني، حتى قعد نلزم عليه بالشيء، حتى الشيء نفسه بيحاسب عليه، ما بيحاسبش على حاجه خالص، والناس الحلوه ربنا يطول في عمره ويخليه لنا يا رب. طبعا المجهود دوت طالع من فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، الاب لكل المصريين، دعمه الشامل للمواطنين الغلابه. وطبعا احنا ده احد المواطنين في مجموعه كبيره من 70 طلب تزكيه من معالي المستشار رفعين بولس توادرس رئيس حزب مصر القومي. حزب مصر القومي هو الحزب الرائد في الاعمال الخدميه بدون مقابل لكل مصري. شكرا، كل التحيه.